لو بصيتوا هتلاقوا الباص بتاعنا بيتغير. بصوا على المفتاح في الحتة ديت، هتلاقوا المفتاح شكل الباص بيتغير. النقط البيضة دي هي الانبتوينز اللي هي من 0 ل 10. هتلاقوا لو كل ما بنسحب التانجلز لقدام هي بتقرب من المفتاح الاولاني. معنى ان الباس بيعلى من هنا ويوطى يبقى معنى كده ان الانبتوين بيقرب من بعضه هنا. وهنيجي هنا هنقوم في الزد خليه بالشكل ده. احنا اخترنا التول ديت. هنمسك التانجلز دي وهنبتدي نظبطها، نرفعها شويه ونجيبها فوق سنه. لو في مشكله هنظبطه. انا اعتقد ان التايمنج محتاج يتظبط لانه كده هيبقى بطيء. هنا بان احنا ندوس كنترول، نمسك التانجلز اللي احنا عايزين نتحكم فيها كلها بشكل واحد، ونقوم مدينها ان هي تبعد عن المكان بتاعي، ونشوف شكلها عامل ازاي. نبص عليها من الزاوية دي. تعالوا نشوف النتيجة. النتيجة كويسة.